وبعدين معاك يا شمس؟ هو انا مش قلتلك روح البيت وما تجيش هنا؟ وبعدين معاك انت يا فزاع؟ انا روحت البيت وغيرت هدومي اهو، وجربت انام وانت مش في البيت، لكن ما عرفتش انام. مش عارفه انام طول ما انت مش في البيت. ابتسم فزاع وهي قعدت جنبه على السرير، اتحرك بوجع ووسع لها جنبه ونامت جنبه على طول. من كتر التعب حطت دماغها على المخدة ونامت. فزاع قال: وبعدين معاك يا شمس؟ بتعندي وانت تعبانة وباين عليك التعب. وبعدين غمض عينه ونام هو كمان شوية. ونصرة دخلت عليهم، قعدت جنب فزاع، اتكلمت معاه وقعدت تهون عليه وتصبره باللي حصل له وتحكي له حاجات عشان يخاطر ما يزعلش. عدى اسبوع على فزاع وهو برضه في المستشفى، حالته اتحسنت كتير. نصرة خفت وخرجت من المستشفى. كلهم كانوا بيزوروه ما عدا شمس كانت مقيمة معاه. بص بقى يا فزاع، انت لما تخرج من المستشفى هنروح على سفاجة لحد لما تخف وتركب الجهاز وتبقى زي الفل وتعرف تمشي احسن من الاول كمان. بقولك ايه، اتصل بصقر، انا عاوزه في حاجة مهمة، بسرعة خليه يجي. شمس طلعت تليفونها واتصلت بصقر وبلغته ان فزاع عاوزه ضروري وخلته يجي. صقر لبس هدومه وفي اقل من نص ساعة كان واقف قدام فزاع. لما دخل صقر، فزاع بص لشمس وقام قايل لها: شمس اطلعي بره، عاوزه اتكلم لوحدينا. خير؟ خير يا اخوي، في ايه؟ انا عاوزه اطلق شمس. ايه؟ تطلقها؟ ليه؟ دي بتحبك، انت مش شايف هي بتعمل ايه عشانك؟ وهي اصلا حامل وتعبانه. ايه التفكير بتاعك ده؟ عملت لك ايه شمس دلوقتي عشان تقول اطلقها؟ لازم اطلق شمس يا اخويا. شمس هتتعب معايا قوي وهي لسه صغيره. قول لي بس، ايه ذنبها تعيش مع واحد زي كده؟ هي لازم تعيش حياتها. لا لا لا، لا يا فزاع، انت كده قرارك غلط. انت كده بتظلم نفسك وبتظلمها. انا عارف اصلا انك بتحبها. انت هترجع تمشي وهتكون كويس والحياة بتستمر. في غيرك في حادثة زي دي بيتشلوا اصلا وبيحمدوا ربنا وبيعيشوا. ليه بقى بتعمل كده؟ يا صقر، هات المأذون يا صقر، هات المأذون. شمس كانت واقفة بره وكانت سامعة صوتهم وهو عمال يعلى وكأنهم بيتخانقوا. دخلت الأوضة: ايه يا جماعة، في ايه؟ مالكوا صوتكوا طالع بره ليه؟ انتوا بتتخانقوا؟ شمس، اطلعي بره واقفلي الباب وراكي. بص يا فزاع، اولا ده مش قرارك لوحدك، لازم تاخد موافقتها في اللي انت عاوز تعمله ده، ولازم تبلغها وتقول لها. فهمني؟ اسكت دلوقتي يا صقر، اسكت اسكت خالص. في ايه؟ حد يكلمني؟ ما تقولي يا فزاع في ايه؟ الله، طب قول لي انت يا صقر، في ايه؟ فزاع عاوز يطلقك يا شمس. اها، يطلقني؟ خدت شمس الكلمة ووقعت من طولها وأغمى عليها. فزاع كان عاوز يقوم بس معرفش. صقر قام وشالها ونيمها على السرير اللي جنب فزاع على طول وجري عشان ينده لها أي حد من الدكاترة. فزاع حاول يقوم لغاية ما وصل لسريرها ونام جنبها وخدها في حضنه وهو متضايق من نفسه قوي. رجع صقر ودخل الأوضة، لقى المنظر ده فخرج تاني وقفل الباب بهدوء. فزاع جاب المية ورشها على وشها وفاقت. قالت له بحزن: عاوز تطلقني؟ ليه؟ ليه يا فزاع؟ مش عاوز اظلمك معايا يا شمس، افهمي. مين بس قال اني هتظلم وانا معاك؟ مش يمكن لو بعدت عنك هتظلم؟ ترضى ان انا اعيش من غيرك؟ طيب، طب انت مش بتحبني؟ بطلت مثلا تغير عليا؟ يعني تقبل ان انا اتجوز واحد غيرك؟ تقبل اكون مرات واحد غيرك؟ بس بس يا شمس، كفاية كفاية. انا هبقى اناني لو خليتك تعيشي معايا يا شمس. هتعبك، هتعبك اكتر من كده. ليه؟ ليه بس؟ انت هتركب الجهاز وهتكون كويس. طيب ادي لنفسك فرصة، جرب، مش تستسلم كده على طول. حارب علشاني وعشان خاطر عيالنا. حاول تكون اجمد من كده. حاول بصلي بصلي وبص لولادك. وشدت ايديه وحاططها على بطنها وهي بتتكلم معاه. فزع لاحظ ان بطنها كبرت شوية وحس بشعور غريب قوي اول ما ايده لمست بطنها. بص يا فزاع، انت هتطلع من المستشفى بكرة وصقر اتصل بشركة اجنبية هتبعت الجهاز وهتركبه، بس الاول لازم تعمل شوية علاج طبيعي
وانت الحمد لله الجرح بقى كويس، ولسه هيبقى كويس اكتر من كده. وانا اتعلمت من الممرضين هنا حاجات كتير وهساعد معاك، بس من الاهم من ده كله ان انت تساعد نفسك. انا بحبك، وانت وعدتني ان انت هتفضل جنبي وعمرك ما هتسيبني. وانت من وقت الحادثة وانت معاملتك اختلفت، بتتصرف معايا بعصبية وتوتر، وعلى طول متنرفز وبتزعق فيا، وانا مش واخدة منك على كده، واخدة منك على الحنية والطيبة. ليه العصبية يا فزاع؟ فزاع شدها لحضنه اكتر وهو قاعد على السرير جنبها وقال لها: هتيجي يوم تندمي انك كملت معايا يا شمس. هتزعلي يا شمس؟ لا، عمري ما هندم وانت معايا ولا هزعل. بس انت ارجع فزاع، اللي بيحبني، اللي خلاني اخاف منه وفي نفس الوقت احبه واحس معاه بالامان وبالدفى. ارجع فزاع القديم، ارجع بقى. وانا بحبك يا شمس، بحبك جدا. وانا كمان بحبك يا روح شمس. دخلت الممرضة عليهم. فزاع اتحرج وبعد عن شمس شوية. الممرضة بصت لهم باستغراب وقامت قايله لهم بدلع: تعالى اقعد على سريرك عشان اغير لك على الجرح، وارفع رجلك علشان اطمن عليها. الممرضة كانت بتساعد فزاع ومسكت ايده، فشمس اتضايقت وشدت ايديها وساعدته هي ان يقعد على سريره. الممرضة بتغير لفزاع وشمس بتبص لها وبتبص لفزاع بقوة. الحمد لله، الجرح بتاعك لم وبقى زي الفل وكل حاجة بقت تمام. انت هتخرج بكرة صح؟ اه ان شاء الله، ربنا يسهل هخرج. ماتت ايديها الممرضة وادت فزاع كارت في ايده. طيب، ده الكارت بتاعي، اتصل بيا في اي وقت اجيلك. ايه؟ نعم يا حلوة. الممرضة بصت لفزاع وبصت لشمس وبعدين: اقصد اطمن على الجرح يعني. شمس شاطت الكارت من ايد فزاع وقطعته. شكرا، انا هتصرف معي. شكرا يا حبيبتي. الممرضة بصت لها من فوق لتحت بابتسامة خفيفة وقامت خارجة بره. وقبل ما تخرج من باب الأوضة راحت واقفة وبصت لفزاع وبدلع قالت له: باي. وخرجت بره الأوضة. شمس كانت هتتجنن ولسه هتخرج وراها. فزاع مسكها من ايديها وقعدها على رجله. فزاع بيضحك وشمس بتعصبها: اوعى سيبني، انا هطلع لها دي، مش هسيبها. ايه شمس دي، انت مجنونة؟ ما عملتش حاجة، كانت بتسلم قبل ما تخرج. مالك؟ ما انت قاعد فاتح لها بقك ومبتسم، بقك قد كده. دي ملاك رحمة وكانت بتغير لي على الجرح. انت عاوزاني اكشر في وشها يعني وهي بتغير؟ ايه ملاك رحمة؟ دي ملاك رحمة دي؟ انت بتعصبني يعني يا فزاع؟ دي ملاك رحمة؟ فزاع ضحك وهز براسه شمس بعصبية: وكمان طيب. شدت ايد فزاع وعضته بسرعة وخرجت على بره جري. فزاع اتصدم، بص لايده وبص على باب الأوضة وانفجر ضحك على منظرها. وكان أول مرة فزاع يضحك بالمنظر ده بعد العملية. وفضل يضحك لغاية ما صقر دخل عليه واستعجب قوي لما لقاه بيضحك وقال له: سبحان مغير الأحوال، مالك؟ مش كنت لسه مكشر دلوقتي عمال تضحك؟ ايه اللي حصل؟ فيه ايه؟ دي عيلة مجنونة مش طبيعية، لأ، والحمل أثر على دماغها خلاص. ليه؟ عملت لك ايه؟ أنا دخلت من شوية كنتوا قاعدين بتتكلموا بهدوء وكنت انت حاضنها كده وخرجت تاني. فزاح جاله كل اللي حصل واللي الممرضة عملته. وشمس اتضايقت ليه. معلش بتغير عليك. بس قولي صحيح، ايه رأيك في الممرضة؟ جامدة صح؟ روشة كده. اتقي الله يا صقر، انت عارف ان انا مش كده. اسكت بقى. هو في احلى من كده يا فزاع؟ يا سلام. والله يا صقر انا اصلا مش عارف انت اخويا ازاي، مش عارف. يا عم انا بهزر، انا اصلا كبيري كلمتين كده لكن القلب مشغول. آه يا وحشتني بيت ضحى. انا راجع البيت بقى اشوف حبيب القلب. ماشي يا صقر، بقول لك كده خلي شمس المجنونة دي من بره. ماشي يا اخوي، يلا سلام. خرج صقر وقال لشمس تدخل جوه. بعدها بشوية شمس دخلت وكان معاها كوباية عصير. اديتها الفزاع في ايده، قعدت تتفرج على التلفزيون ومتجاهلاه جدا.